المسجد الأقصى. الاسم ده لوحده كفيل يخلي التاريخ يقف لحظة. المكان اللي اتربط بأعظم الأحداث في الأديان السماوية، واللي عبر فيه أنبياء وجيوش وسلاطين. لكن احنا نعرف عنه قد إيه بجد؟ هل هو مجرد مسجد؟ ولا كان فعلا شاهد على لحظات تاريخية عظيمة؟ واللي على مر العصور كان دايما في قلب الصراعات؟ النهارده هنرجع بالزمن ونعيش الحكاية من البداية. زمان جدا، قبل ما يكون في دول وإمبراطوريات، قبل ما تبقى القدس مدينة مقدسة بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، كان في مسجد تم بناؤه في المكان ده، المسجد الأقصى. في روايات بتقول إن أول حد بناه كان النبي آدم عليه السلام، وده بعد 40 سنة بس من بناء الكعبة، وكأنه كان الامتداد الروحي الأول لبيت الله الحرام. لكن مع مرور الزمن المسجد ده تعرض للإهمال، لحد ما جه النبي سليمان عليه السلام وأعاد بناؤه من جديد في وقت كانت القدس فيه مركز لحكمه، وفضل المكان ده رمز للعبادة لقرون طويلة. لكن بعد كده مع الحروب والصراعات بدأ يتهدم ويترك في حالة سيئة، لحد ما حصل الحدث اللي غير كل حاجة، فتح المسلمين للقدس سنة 15 هجريا. لما دخلها عمر بن الخطاب لقى المكان مهجور تماما، مليان تراب وحجارة، وبدل ما يسيبه قرر بنفسه ينظفه ويصلي فيه عشان يثبت ان المكان ده مقدس عند المسلمين. لكن الشكل اللي نعرفه دلوقتي اتبنى في عصر الخلافة الأموية، لما قرر عبد الملك بن مروان وابن الوليد يبنوا مسجد يليق بقدسية المكان، وتحولت القدس إلى لؤلؤة في الحضارة الإسلامية. وبكده المسجد الأقصى بقى في مكانته العظيمة، مش بس كواحد من أقدم أماكن العبادة، لكن كجزء لا يتجزأ من هوية المسلمين. لكن هل كان الطريق سهل؟ بالعكس، شهد صراعات رهيبة، واللي جاي في الحدوتة هو الوجه الآخر من القصة. الأرض دي مش مجرد مكان، كانت دايما جزء من قصة أكبر، من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي خرج من العراق وساب كل حاجة عشان ينفذ أمر ربنا. والمدينة اللي كانت هتسمى بعد كده القدس بدأت تكبر على الضفاف الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وسط صراعات بين ممالك وقبائل كان كل واحد فيهم شايف نفسه الأحق بيها. وكانت المدينة جزء من حكم الكنعانيين اللي كانوا أول ناس عاشوا فيها، وسموها أور سالم، يعني مدينة السلام. لكن هل كانت مدينة هادية فعلا؟ بالعكس، مرت السنين وحصلت معارك كتير، لحد ما جه النبي داود عليه السلام وقدر يسيطر على المدينة ويأسس مملكته. وبعده جه ابنه النبي سليمان عليه السلام، واللي كان عنده مشروع ضخم، بنى أول هيكل اللي البعض بيقول إنه كان أول مكان لعبادة الله في المكان ده، وده كان بداية تقديس المكان ده في الأديان السماوية. لكن بعد وفاة سليمان الدنيا اتشقلبت، المملكة ضعفت وبدأت الصراعات من جديد. القدر دايما كان بيحط المدينة دي في وش النار. في سنة 586 قبل الميلاد حصلت واحدة من أكبر الكوارث، لما جيش الملك البابلي نبوخذ نصر اقتحم القدس وهدم كل حاجة وخد أهلها أسرى لبابل. المدينة اتحولت لأنقاض. لكن هل الحكاية انتهت هنا؟ لا، بعدها بقرون الفرس بينتصروا على البابليين وسمحوا لليهود يرجعوا وبنوا الهيكل من جديد. لكن السيطرة على القدس كانت دايما بتنتقل من إمبراطورية للتانية، لحد ما وصل الرومان ودمروا الهيكل تماما سنة 70 ميلاديا، وساعتها القدس بقت تحت حكمهم بشكل كامل. لكن الدنيا كانت بتتغير بسرعة، والدين الجديد كان بينتشر، المسيحية. لما انتشرت المسيحية بقت القدس مدينة مقدسة عند المسيحيين، خاصة بعد رفع المسيح. وفي القرن الرابع الميلادي الإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين بنت كنيسة القيامة اللي لسه موجودة لحد النهاردة. لكن برضه في الوقت ده كان في حدث تاني بيغير التاريخ كله، الإسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من أعظم ليالي التاريخ أسري بيه من المسجد الحرام في مكة للمسجد الأقصى في القدس، وهناك صلى بالأنبياء قبل ما يصعد للسماء في رحلته للمعراج. وده كان إعلان واضح، المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين للأبد. وفي سنة 637 ميلاديا جيش المسلمين بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب دخل القدس بعد حصار طويل واستلموا مفاتيحها من غير حرب. ودي كانت لحظة تاريخية. عمر بن الخطاب دخل المسجد الأقصى، صلى فيه، وأعطى الأمان لكل سكان المدينة، وكتب وثيقة العهدة العمرية اللي ضمنت حقوق كل الديانات، واللي كان من أهم بنودها ضمان الأمان التام لأهل القدس على أرواحهم وأموالهم وكنايسهم، عدم إجبار أي حد على تغيير دينه، وحرية العبادة مكفولة للجميع، عدم سكن أي يهودي في المدينة بناء على طلب المسيحيين وقتها، وحماية الكنائس وعدم المساس بيها، وعدم إجبار المسيحيين على تسكين أي مسلم معاهم. وفي موقف مشهور جدا لما دخل عمر القدس راح كنيسة القيامة، ولما جه وقت الصلاة عرضوا عليه يصلي جواها، لكنه رفض وقال لو صليت داخلها لاتخذها المسلمون مسجدا من بعدي، وخرج وصلى خارجها. وده كان درس عظيم في التسامح الديني.
وبعدها بسنين الخليفة عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة اللي بقت من أهم معالم المسجد الأقصى. لكن الهدوء دايما مؤقت. بعد حوالي 450 سنة من العهدة العمرية حصلت واحدة من أبشع المجازر في تاريخ القدس، لما استولى الصليبيين على المدينة سنة 1099 ميلاديا خلال الحملة الصليبية الأولى. لما دخل الصليبيين القدس قتلوا كل اللي قابلهم، مسلمين ويهود وحتى بعض المسيحيين الشرقيين اللي كان الصليبيين بيعتبروهم هراطقة. راح آلاف المسلمين يحتموا في المسجد الأقصى، كانوا متوقعين إن بما إن المكان مقدس هيكون آمن، لكن اللي حصل كان مرعب. الصليبيين اقتحموا المسجد وقتلوا كل اللي جواه لدرجة إن المؤرخين بيقولوا إن الدم كان واصل لركب الخيول جوه المسجد، واتقتل في المجزرة دي حوالي 70,000 مسلم، منهم علماء وأطفال ونساء. بعد المذبحة دي الصليبيين حولوا المسجد الأقصى لكنيسة، والصخرة المشرفة اللي كانت في قبة الصخرة حولوها لمذبح، ونهبوا كل ثروات القدس، وبدأ حكم صليبي استمر تقريبا 88 سنة. لكن التاريخ ما بينساش، وفي سنة 1187 ميلاديا قدر القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي يستعيد المدينة المقدسة بعد سلسلة من الأحداث الحاسمة. أولها كانت معركة حطين، كانت المعركة الفاصلة اللي هزم فيها صلاح الدين الجيش الصليبية وأسر الملك لوزنيان وأمير الكرك أرناط. صلاح الدين قتل أرناط بنفسه انتقاما لاعتداءاته على الحجاج المسلمين. وبعدين بدأ صلاح الدين حصار شديد على مدينة القدس مع القذف الأسوار بالمنجنيق، وبعد 12 يوم من القتال استسلم الصليبيين بقيادة بلدوين الخامس خوفا من المجازر الانتقامية. وبعدين دخل صلاح الدين القدس. لما دخل رفض الانتقام من الصليبيين رغم المجازر اللي عملوها ضد المسلمين سنة 1099، لكنه سمح للمسيحيين بالمغادرة بأمان، واللي عايز يعيش تحت الحكم الإسلامي سابه يعيش. طهر المسجد الأقصى وأعاده مسجد بعد ما تحول لكنيسة خلال الاحتلال الصليبي. بعدها القدس والمسجد الأقصى فضلت في قلب الأحداث، من الاحتلال البريطاني لحد نكبة 48 لحد احتلال القدس الشرقية سنة 67 ولحد النهاردة. في 1917 في عز الحرب العالمية الأولى بريطانيا وعدت اليهود بوطن قومي في فلسطين من خلال وعد بلفور. في الوقت ده العرب كانوا واقفين ضد الدولة العثمانية زيهم زي بريطانيا بالظبط. بعد ما العثمانيين انسحبوا من فلسطين دخل الجنرال البريطاني إدموند إليمبي القدس وقال جملته الشهيرة: الآن انتهت حروب الصليبية، كأن الحرب كانت صليبية جديدة ضد المسلمين مش مجرد احتلال عسكري. بعد الحرب العالمية الثانية حصلت نكبة تانية للعرب. الأمم المتحدة قررت تقسيم فلسطين لدولتين، واحدة يهودية والتانية عربية، والقدس هتفضل مدينة دولية. الفلسطينيين رفضوا لكن اليهود وافقوا، وبدأت من هنا المواجهات اللي قادت للنكبة الكبرى. في 14 مايو 48 بريطانيا بتنسحب رسميا من فلسطين، وفي نفس اليوم بيعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل. الحرب اندلعت فورا بين العرب وإسرائيل، والقدس كانت بين شقي الراحة زي ما بيقولوا. القدس الغربية احتلها اليهود وضموها لدولة إسرائيل، والقدس الشرقية فضلت تحت الحكم الأردني وكان فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكانت بمثابة قلب العرب في المدينة. لكن إسرائيل كان عندها مخطط تاني، مخطط انتظروا 19 سنة عشان يحققوه. في 5 يونيو 67 إسرائيل بتشن هجوم مفاجئ على مصر وسوريا والأردن، بيتدمر سلاح الجو المصري في أول ساعات الحرب. وفي 7 يونيو 67 الجيش الإسرائيلي بيخترق الضفة الغربية وبيدخل القدس الشرقية بعد معركة قصيرة مع الجيش الأردني. القوات الإسرائيلية وصلت ساحة المسجد الأقصى ورفعوا علمهم على قبة الصخرة. الجنود الإسرائيليين دخلوا حائط البراق اللي بيطلقوا عليه حائط المبكى، وقائد الجيش الإسرائيلي قال كلمته المشهورة: لقد حررنا القدس، عدنا إلى قدسنا إلى الأبد. بعد 67 إسرائيل ضمت القدس بالكامل وبدأت تهويد المدينة. أحياء عربية كاملة تم هدمها وتغيرت معالم المدينة القديمة تماما، بقت نقطة صراع مستمرة، وأي محاولة لاستعادتها كانت بتواجه بعنف شديد من الاحتلال. ورغم كل الاحتلالات ورغم كل محاولات طمس الهوية، الأقصى لسه هناك، شاهد على كل العصور، شامخ وواقف ولسه بيحكي قصته. يا ترى لو القدس كانت فضلت تحت حكم المسلمين بدون انقطاع، هل كان العالم هيبقى مختلف النهاردة؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.